شهر واحد وثانوية عامة بالنسبة لي شهر واحد من أخطر الشهور في ثانوية عامة وأوحشهم. وفي شهر واحد بالظبط الناس بتكون نوعين، ما يعني مفيش شخص ثالث، هما اتنين بس بالنسبة لي يعني. المهم في الفيديو ده ممكن تعتبره بودكاست، أنا مش طالع أقول لك أبدا أبدا على شوية جداول تعملهم وشوية نصايح والشغل ده. حابب أتكلم معاك باستفاضة بقى، يعني كأنك عايش معايا، كأنك قاعد معايا هنا، يعني كأني بكلمك بالظبط. أتمنى اللي هو كمان يفرق معاك وبإذن الله في نهاية الفيديو أنت هتكون فاهم المفروض تتعامل ازاي مع نفسك، حتى سواء في الشهر ده، سواء انت كنت مراكم، ده الشخص الاول اللي بالنسبه لي، او الشخص التاني اللي هو ماشي مظبوط. بس يعني هيقع. هو خلاص هيقع دلوقتي ليه؟ لانه مش متعود ان في سنه بتكون كامله. هو دايما فاهم ان عند شهر واحد ده بس حلو قوي كده، خلصنا الترم الاول، يلا نخش في الترم التاني. تعال نتكلم عن الشخص الاول، وهو الشخص اللي هو مراكم. هو الناس بتتعامل مع الشخص اللي مراكم ده في الفيديوهات اللي انا بشوفها على اليوتيوب، وكلهم كل الاحترام والتقدير، بس انا بتفرج عليهم بلاقيه بيديله تعلم المتراكم في يوم، في اسبوع، في شهر. الحاجات دي غلط اصلا، انت اصلا ما فهمتش هو ليه مراكم، ولا انت فاهم الشخص ده ليه عمل كده. انت بترميله اي حاجه مش زي دماغه. الجدول ده ما يمشيش ليه اصلا، لانك انت مش عارف مواعيد دروسه، ولا عارف حياته، ولا عارف هو اصلا بيستوعب بسرعه ولا وقت المحاضرات انت مش عارف اي حاجه عنه، انت بترميله اي حاجه وخلاص. هو الشخص اللي مراكم اصلا بيحس بايه؟ هو كانك صاحي كل يوم حاسس ان في حاجه تقيله على صدرك. هو انت مش مرتاح اللي انت سايبها كده، تمام، بس انت مش عارف تبدا منين. هو ده الحال بالظبط. طيب المتراكم ده بيخليه يخش في حاله توهان. التوهان ده هقول لك وصفه ايه بالظبط. عارف لما انت كنت بادئ في بدايه السنه، عارف المدرسين اللي انت ماشي معاهم ودروسك ومحاضراتك وكاتب ومظبط دنيتك، وعارف الوقت اللي انت بتذاكر فيه وماشي تمام وكل امورك تمام، فجاه راكمت وقعت معنى كده، اللي هو كنت ماشي تمام بعدين حصل دروب فوقعت. التوهان بقى اللي هو طب ابدا منين؟ يعني ولا انت بتبدا، ولا برضو انت مش مرتاح ان انت واقف، فبتبدا تتفرج على خطط كتير، فده حصل لك توهان. توهان بالظبط بيجيب تشتيت. تشتيت اللي هو كل ما تعمل جدول ما تمشيش عليه، كل ما تشوف جدول تاني برضه ما تمشيش عليه. تشوف شخص جاب 97% بمذاكرة يوم، طبيعي مش هتمشي عليها، يعني انت هو في حد عمل كده؟ المهم بتخش في حالة هروب من الحاجة اللي انت فيها، انك عادي ممكن تقعد على السوشيال ميديا طول النهار من غير ما تذاكر اي حاجة. مش بس لانك معجب قوي بالسوشيال ميديا يعني، هو انت عايز تهرب من الحاجة اللي عليك ومتضايق. يعني هو انت بتفك الخنقة بتاعتك في انك تعمل اي حاجة ما عدا انك تذاكر. احنا كده وصلنا مع بعض لنقطة حلوة قوي. دلوقتي المتراكم تمام، ما بقاش مشكلة دراسية، بقى مشكلة نفسية، ودي محدش أبدا شفت على اليوتيوب بيفهمك إن دلوقتي بقت حالة نفسية. ما هو أنا كاره المذاكرة، ما هو كل حاجة بتحصل دي لما كل الحاجات دي حصلت أنا بقيت كاره المذاكرة، بمعنى ما عادش عندي رغبة إن أنا أذاكر. بقى بالنسبة لي هبدأ أعمل إيه بقى؟ أكتب في الكومنتات عند الناس هلحق. طب وهل ربنا هيساويني باللي بدأ في شهر 8؟ طب هل هو ده؟ بقت حالة شبه نفسية بالظبط، ما بقتش مشكلة دراسية. الحل اللي أنا كنت بعمله، أنا بحب حاجة اسمها قلم وورقة. ليه بحب القلم والورقة؟ لأن أنت بص، أنت أول حاجة مشتت، هتجيب ورقة تبدأ تكتب فيها كل الحاجات اللي أنت قلت لك عليها في الفيديو اللي فات اللي أنت مراكمها. بس المتراكم مش لازم يكون دروس. أول حاجة ممكن يكون حل حته في منهج انت درس، انت اصلا لو سمعته 7000 مره انت برضو عارف ان انا عندي نقص فيها، ده يعتبر عليك متراكم. فانا عايزك تكتب كل الحاجات دي يا عم، فضي كل اللي في دماغك، كل الدوشه اللي في دماغك دي فضيها في ورقه. انت مش خسران حاجه. ارجوك ما تسمعش خطط بقى كتير وحاجات ملهاش لازمه، لان مفيش حد هيفهمك اكتر من نفسك، وانا قلتها في فيديوهات كتير. مفيش حد بيفهم الانسان اكتر من نفسه. انا عارف ايه اللي عليا، وانا عارف ايه اللي انا المفروض اعمله. اي بني ادم فينا عارف كده، مش مستني حد يجي يقول له اعمل ده. انا عارف لو انا عملت ده انا هبقى كويس. هتكتب زي ما قلت لك بقى كل اللي انت مراكمه في المواد بتاعتك، تمام، ايا كان عددهم. حلو، الورقه دي دلوقتي انت فضيت كل اللي في دماغك فيها، انت لحد دلوقتي زي الفل. بس تبدا بقى كل يوم، قلت لك قبل ما تنام تاخد ورقه صغيره بيضه كده، صغيره قد كده، تكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تخلصها في بكره. يعني ده قبل ما تنام تمسك الورقه دي، والله درس عربي مع درس انجليش مع درس كذا، لانك انت بتصحى تاني يوم مشتت، المكتب عليه حاجات كتير، وانا مراكم بتزهق كاره انك تقعد هنا، انت مش عارف اصلا هتبدا منين. بالنسبه لي افضل حاجه في الوقت ده هو انك تكون قافل على نفسك، قافل على نفسك من حته المقارنات، ان الناس هي فين وانا فين، لان ربنا بيكافئ على قد التعب والسعي. يعني مثلا كان حلمك انك تجيب 90% وتعبت التعب اللي يخليك تجيب 90، ليه ربنا هيبخل عليك اللي هو ما تجيبش المجموع ده؟ يعني عائلها ليه يعني؟ بالنسبة لي اقفل على نفسك ال6 شهور دول بعيدا عن كل حاجة. على فكرة انك تسمع فيديوهات كتير وخطط كتير، الحاجة دي بتضرك، صدقني بتضرك لانها هي مش مناسبة ليك، لان انا قلت لك احنا كلنا مش شبه بعض. ما تبقاش بتجري ورا اي حاجة. انا عارف ان الانسان وعقله بيحبوا
الاسهل ده اللي انا اشوف حد بص جاب 97 وهو ما ذاكرش غير اسبوع. فالفيديو ده مش بيفيدك على قد ما هو هيضرك اكتر، لانه اصلا بيديك حاجه مش حقيقيه، وهتخش هتلاقي كلام هري هيشتت دماغك، وهتشوف زيه 1000 فيديو. فاليوم عدى ويوم تاني يعدي، يوم تالت يعدي، اقفل على نفسك. انت عارف ايه اللي عليك، ايه اللي هتذاكره، اللي انت عامله ايه، كل الطرق تودي الى روما. هنا يعني هنوصل في الاخر للوقت بتاع الامتحان ووقت النتيجه. اوصله بقى انت بدماغك، مالكش دعوه بدماغ حد تاني. الشخص بقى التاني، تعالى شفتك انت تمام وبتذاكر من الاول ومش مراكم اي حاجه، فجاه دخلت في دوشه مدرسين ومعسكرات مش عارف ايه وايه وايه، ولقيت اللي هو شهر واحد جه نفسيتك بدات تتعب، وشايف ان الفيديوهات كتير كترت على السوشيال ميديا، ناس كتير بقت واخده ثانويه عامه محتوى، يطلع يقول لك اي كلمتين، اي خبر فيك، اي حاجه. المهم بص، اخبار كتير، انت بقيت يعني كاره انك تتفرج على اي حاجه اصلا. كل اللي انا عايز اقوله لك، انا عايزك تكمل زي ما انت بتذاكر، ماشي زي الفل، مالكش دعوه بحد. والحاجه الاهم في شهر واحد، لو نفسيتك تعبت خد لك يومين 3 اجازه عادي، روح فيهم في اي حته، افصل خالص عن المذاكره. انا عملت كده لما كنت في ثانويه عامه. انا عارف انك يعني مضغوط، ضغطة اهل، خايف من المجموع، خايف من الحاجات دي كلها، ما تفكرش في حاجه ميعادها لسه ما جاش يعني. خليك بس قافل على نفسك. انا اهم حاجه طول ما انت قافل على نفسك بعيدا عن الكلام، وده خدها قاعده في حياتك كلها، مش بس وانت في ثانويه عامه يعني في حياتك كلها. طول ما انت قافل ومش مدي لحد مجال اللي هو يبوظ حاجه في دماغك او اي روتين انت ماشي عليه، صدقني دي اكتر حاجه ممكن تستفاد منها على مدار حياتك. لان كل واحد بيحكي تجربته، هو مش بيحكي حاجه تمشي على الكل يعني. مفيش حد كده عنده حاجه كلنا نمشي عليها، كل واحد ليه تجربته. فانا عايزك تعمل تجربتك انت بنفسك، وصدقني في يوم من الايام هتوصل اللي انت عاوزه عادي. الموضوع ده برضو يخص البنات اكتر شويه، حته الصحاب وبتاع، لان يعني والله صاحبتي راحت الدرس من غير ما تقول لي، يا صاحبتي دي خبيثه. كل واحد بقى بيدور على مصلحته، ويدور انت كمان على مصلحتك، تمام؟ مفيش حد هيجي يذاكر مكانك، ولا يقول لك انا ما بذاكرش هو بيذاكر، تمام؟ فمشي حالك كده، مالكش دعوه بحد يعني. حتى لو هو بيذاكر هيفيد بايه يعني، ولو هو ما بيذاكرش برضه هيفيدك في ايه يعني؟ انت عايز تسقط معاه؟ في موضوع برضه في دماغك حابين ان انا اتكلم عنه، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان انا اصلا بصراحه ما بقتش حابب قوي اتكلم عن ثانويه عامه، وشايف المحتوى على السوشيال ميديا بقى رخم، فما بقتش حابب اتكلم عنه. فلو عندكم اي افكار اكتبوها تحت في الكومنتات، وباذن الله نعملها. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير، واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. انا ما بقتش عارف، انا الكومنتات دي، انت ما بداتش حلو، ما تروح تبدا. انت ما بداتش، روح ابدا. وانت عايز مدرس لغه عربيه وفيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا وعلوم ارض ونفس وفضاء، يعني انا هجيب لك منين بقى ده؟ ما انا لو بدات دلوقتي عادي اجيب يعني 95%. تقدر والله تجيب 95% عادي. ايه اللي هيخليك ما تجيبش 95% ما دام تعبت التعب اللي يخليك تجيب 95%؟ اخر سؤال ادهم، اخر سؤال معلش. انا مراكم 86 محاضره، ممكن المهم بس في يوم ونص. اشمعنى يوم ونص يعني لو يومين ينفع يعني؟ معلش يا ادهم، هو انت قلت لي انت كده في كليه ايه؟ انت في كليه ايه بس معلش؟ والله في كليه سياسه واقتصاد والله. ولا في سياسه واقتصاد، وعندي فاينل يوم 31 اللي جاي. فلو تيجي تمتحن مكانك كنت شاكر جدا ليك والله، ممنون، اكون ممنون جدا الك. ممكن تنجحوني، حكون ممنون جدا إلكم والله. وأنا أوعدكم حمدي قرار بعدم مزاولة المهنة، بس نجحوني بس، وحكون ممنون جدا إلكم يعني والله.